منذ ظهوره الفني الأول في مهرجان لفتة قبل أكثر من 10 سنوات، استطاع الفنان الفلسطيني مهند خلف أن يصبح من أهم الأصوات الغنائية الفلسطينية التي استطاعت أن تصل إلى العالم العربي بكفاءة عالية وأغاني تحترم رغبات المستمعين في كل مكان. عام 2002 استطاع خلف بتعاونه مع الشاعر والفنان الفلسطيني قاسم عبد الهادي تقديم ألبومه الأول لو عندك قلب، فكان بوابته إلى قلوب المستمعين والخطوة الأولى على سلم النجاح الفني. عام 2003 قدم أغنية منفردة بعنوان ملاكي، ثم أصدر بعد ذلك أغنيته المصورة مستنيني على غلطة، ليحصد عام 2005 لقب سوبر ستار فلسطين بكل ارتياح. ولأن لديه ذكاء فطري في اختيار أغانيه، لم يتردد مهند خلف كثيرا قبل التوجه إلى مصر ليقدم مجموعة من الأغاني المنفردة التي صورت على طريقة فيديو كليب وحجزت لنفسها مكانا على الفضائيات الغنائية. لو قلت فيه من النهارده لبكره كده لسه ما يعرفوش. رغم النجاح الذي حققه في الخارج، لم ينسلخ الفنان الفلسطيني خلف عن فلسطينيته وقضايا شعبه وهمومه، فقدم أغنيتين بعنوان ما بنركع واصرخ بكل ما فيك نصرة لغزة أثناء الحرب الإسرائيلية البشعة على أبناء شعبنا. بتعدوش وسنين ما توحدوش، خسارة الاسم بس مسلمين وعرب، مجازر كل يوم رايحين بسابع نوم، شعوب ماليها اليأس بتجامل بالغضب، ملايين ما بتعدوش